انسان صريح وقول الخالق، لا تتم تكذب وتتبجح وتقول على ان كاين قمع هنا. انا قلت لك عرف ما عم تتكلم، انا راني قال لي الرباب من سيد ابراهيم واحده من العروسيين. سمعت ما شكاية جديدة وضعناها هذا الصباح عند الشرطة الفرنسية ضد واحد المغربي. ولا سألتك عن الشهداء الجزائريين، كم قتلتوا فرنسيين؟ كم قتلنا يا لا السلام عليكم خوتي المغاربه، لاباس بخير؟ شكرا للناس اللي كتعمل لايك، شكرا للناس اللي كتدخل جديده وكتعمل اب، ومرحبا بالناس جدادين. قولوا لي بصحه طريباس المغربي غنشوفوا حراويه مغربيه في منتيندو كتشرشم في رادي الليلي كتوري المعنى ديال الوطنيه المغربيه. اجي نشوفوا شنو دارت له. نحافظوا على المنتوج المحلي تاعنا ونحافظوا على العلامه الجزائريه. الله يا خي، كاين دول مجاوره ايوا سرق لنا المنتوج تاعنا. يا زين اش كتسناو؟ غنمشيو نسجلوا في اليونسكو، نكونوا متبائنين ما كاينش اللي يسرقكم. اصلا كتبداو كتنقاو الزن بوحده. الدول الاوروبيه تستنجد بالجزائر. الجزائر انجدت قطر. الجزائر تفوقت على اسبانيا. الجزائر اصبحت احسن من اليونان. الله اكبر. وباحترام. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبي العزيز، بارك الله عزيز، قالت لكم عيش شعبي العزيز ما خاشنتوهاش هانتوما خاشنتوها حتى هي. صراحه هاد الجيران ديما فوجين علينا، الله يخلينا ديما ضاحكين، الله يخليهم ديما معنا، ونتمنوا لعمي عبد المجيد العهده الثانيه والثالثه برك. وبيوت الدعاره مثلا جزء من الدولة، هذا بيوت الدعاره جزء من الدولة. إذا كان لقيت الدولة قائمة تديرها 57 عام، يا الشعب الجزائري بيوت الدعاره جزء من الدولة. الدعارة فريضة من فرائض التي تركتها لهم ماماهم فرنسا. وصحتكم السيدة اللي دايرة في الجزائر. بلا ما تقولوا هذه ماشي جزائري، لقى واحد الهضره هنايا الحفاظ على المصداقيه ديال القناه ما قدرناش ندوزوها، كيقولوها عيد جزائري، والجزائريين معروفين بهادشي في اسبانيا فرنسا وفي فرنسا بزاف. قول لي كم قتلتوا من الفرنسيين بعد ما حررتوا البلاد؟ كم قتلتوا فرنسيين؟ اخ اسعد، انا جدي يستشهد انت ما تعرفش واش صار عن جدك. ولا سألتك عن الشهداء الجزائريين، كم قتلتوا فرنسيين؟ كم قتلنا فرنسيين؟ اي حنا ما كانش عندنا، حنا كي دخلت علينا فرنسا قويه علينا بزاف، ما عندناش وثائق باه نسجلوها. انت انتصرت عسكريا عليها، كم قتلت منهم؟ يا اخ اسعد ما يهمكش قداش قتلت منهم. الجزائر دخلت مع المغرب في حرب في الحدود، حنا خسرنا ضحايا، خسرنا شهداء، بصح استولينا على الارض، خديناها بالقوه. راه ما حررتوا والو، راه المغرب هو اللي دخل باش الجزائر استشبرت الاستقلال الوهمي، ماشي استقلال وهمي وصافي. شكاية جديدة وضعناها هذا الصباح عند الشرطة الفرنسية ضد واحد المغربي. ما نعطيكم ياسر التفاصيل، ولكن فقط نأكد لكم ونأكد له هو وغيره على أنه نحن لن نتنازل أبدا على حقوقنا، واللي ما فاتت ربه يتربى، اللي ما رباته الغربة، اللي ما رباوهاش والديه يربيوه ولادو الاحرار. هذا واحد المغربي شرح له الخريطه ديال المغرب. خويا رادي الليلي، كنتي معزز مكرم في القناه الاولى المغربيه اللي اخترتي اخويا. اسمع شوف واسمع، المغربيه حره كيفاش عتربيه. عود انسان صريح وقول الخالق، لا تتم تكذب وتتبجح وتقول على ان كاين قمع هنا. انا قلت لك عن خالقات وحدات يمشوا هماتي معارضات عايشات معنا هنا تياها في نفس التراب، وياكلوا يشربوا ويخلصوا بمانداتهم الشريف. وهضره الحمامات هذاك خليها عندك، نيفوك طايح بمعنى الكلمه، وطيحت النيفو وشوهتنا امام اليسوى والما يسوى. انا ما نحشم، وعيني متينه منين يخرج لي شي يسوى هو شنو هو لين نطلع نيشان نقولوا ما نحشم. سمعت قايل عني كيفك نخلع ولا نهدد ولا تخلصني دوله على دوله؟ تاك ما نجنيت تعرف ما عم تتكلم. انا راني قال لي الرباب من سيد ابراهيم واحده من العروسيين. سمعت ما يدقني قلبي ولا قد دقني، فتبارك الله. هذه خاصك تعرفها وتفهمها، وعن رقبتي يمتن من ما تتخيل انت.
هذه افهم مع الرجال. راني علات ما قد في حياتي. ويني بك اختي الصحراويه المغربيه، انها المراه المغربيه الصحراويه الحره، وانا فخور بك اختي المغربيه على راسنا وعيننا، والله يزيد من امثالك. اولا الصحراويين مثلوا بذيك النسبه اللي ذكروا بها الاعداء، ديك النسبه اللي كيعطوه معناها كاينين الصحراويين في مخيمات تندوف. لا، الان كاينه واحد النسبه صغيره لانهم خلاونا نديروا الاحصاء. جابوا ناس من موريتان، جابوا الناس من مالي، من السودان، من انحاء الدول اللي حداهم، وسكنوهم بالمخيمات تندوف حتى يعطوا دائما للمنظمات اللي كتعطي المساعدات ويعطوا الامم المتحده ويعطوهم حسابات غير معقوله. لهذا احنا كصحراويين مغاربه فرحنا منين عرفنا عن كل ما احنا ماشيين والامور كتتسهل، والامور بان اخواننا لا يدخلوا بلادهم يدخلوا وطنهم، ونتمنى من عند الله سبحانه وتعالى باننا ننتصروا في هذا عن ما قريب ويدخلوا اهالينا. بالنسبه للصحراويين المغاربه اللي بمخيمات تندوف كونوا على يقين، وانا نعطيها لكم ونتكلم بها وتحمل مسؤوليتها، بانهم خاص غير الفرصه يلقاو يجوا مستعدين وعارفين بانه الصحراء صحراء جديده في عهد صاحب الجلاله الملك محمد السادس، عارفين بان راه حياه هون اسعد من الحياه لهي، كيتمناو اللحظه اللي يجوا فيها، ولكن ما لقاوش الفرصه باش يدخلوا باش يجوا. اي واحد منهم كيخرج لموريتانيا او لفرنسا او لهذا لابد تجلس له واحد يولدو ولا خو، دائما كيبقى شي حد في مخيمات تندوف باش يبقى راجع، حتى كاع اللي نفرض خرج. الناس مساكن البسطاء ما لقاوش الفرصه كيفاش يجوا، يا ريت يا ريت يا ريت يلقاوها، ولكن مساكن راهم ما قلنا لهم محتجزين بمخيمات تندوف، حتى كانوا فعلا محتجزين بمخيمات تندوف، راه ما لقاوش كيفاش غادي يجوا. هذوك الناس عارفين الحياه هنا متبعينها، لان ملي دخلوا هاد البورطابلات ودخل هاد الحمد لله التكنولوجيا الجديده الناس ولات عارفه كل شيء، ولكن الطريقه باش يدخلوا راه هي اللي ما هي كاينه اللي ما لقاوها. الناس بمخيمات تندوف بالعكس باغيه تجي، وعارفين بانها الصحراء من العيون السماره البوجدور للداخله، بانها راه الحمد لله الان منشآت على مستوى عالي، الحمد لله الخير عندنا في المغرب ما شاء الله ما كاين حتى في شي دوله، ولكن مساكن الطريقه باش غادي يجوا راه ما عرفوها. هذا الشيء احنا اللي دابا احنا في الوقت الحالي مرحبا بالاخوان الصحراويين المغاربه. قولوا لي هذه ماشي مغربي عايشه في تندوف، او خلقوا شي حاجه جديده. كنتسناكم في الكومونتيرات شنو غتقولوا لنا. المهم كنبغي نقول للصحراويين المغاربه اللي في تندوف مرحبا والف مرحبا. المغرب كيرحب بكم، وان شاء الله فتح قريب ونصر من الله ان شاء الله. اصلا الرئيس ديالنا شكون هو؟ مغربي هذاك ابراهيم غالي مغربي، عبد المجيد خايب السميه حتى هو مغربي. المهم الحكماء اللي دازوا في الجزائر الاغلبيه كاملين بهم تقريبا مغاربه. ان شاء الله فتح قريب ونصر من الله ان شاء الله. حاول راني نقول لك البطاطا تتباع بالزيكو، هذا بالزيكو يجار. انا راني نقول لك والبطاطا والبصله تعرف نورمال عادي جدا كاع. البطاطا والبصله بالزيكو تنباع يا خويا معلم يا خويا. كيفاه البصله والبطاطا بالزيكو وين تلاقاو هذه؟ الفت فيها ابويا. عامي عبد المجيد مقوت حال البحر د العالم كامل، ولا كيطلع بطاطا وبصله بخرار وكتسبح حدا بخرار. الله يدينا في الدوسه. جمع صاحب فيديو كيقول واحد خانجونا قال له نسحب لي عبد المجيد كلمني مستر. كذبوا على الجزائريين ونقولوا لهم في المغرب ما كاينش الطابور. ودابا انا دابا باغي نقدم مصلحه وجبرت الطابور، وانا واقف دابا كنتسنى والشمس. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا ولا قبايله وانا كنتسنى الطابور. كيقولوها في المغرب ما كاينش الطابور، زعما المغرب اللي هو هذا يقولوها ما في الطابور. شومه كاع. المهم اخوتي راه طلعنا عليكم، ما تقولوش حتى حنا في المغرب ما عندناش شي طوابير. بحقنا عندنا طوابير في بنكه، في مقاطعه، في شي على شكاره حليب ولا كيلو سميد ولا يعني عندنا طوابير في شي حاجه ديال الطوابير اللي كتسهل الطوابير ديالنا. اخوتي نكملوا الفيديو برك. تمتد الحضاره الجزائريه من نهر الفيسبوك شرقا
إلى بحر التيك توك غربا، ومن جبال الانستغرام شمالا إلى حدود دولة اليوتيوب جنوبا. حضارة لم يذكرها أحد إلا مولاي فوتوشوب الخنشلي والقائد أبو تقبة حفيد أم حسن. المهم اخوتي انتم قريت ختمنا لكم الفيديو بالحضاره الجزائريه. يعني الحضاره الجزائريه كاينه في مواقع التواصل الاجتماعي. بغينا نعرف هذا بوتقبه، قائد بوتقبه حافظ ام الحسن، بغينا نعرفوا شكون هو في الجزائر، واش هو شنقريحه او لا. المهم اخوتي حتى لنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. المهم شكرا للناس اللي كتعمل لايك، شكرا للناس اللي كتخلينا لي كومونتيرات. المهم شكرا لاي واحد يدعمنا، ونتمنى الله نبقاو في هذا النيفو هذا اللي حنا ماشيين فيه دابا. وعلاش لا توصلوش لهذا الفيديو هذا 1000 لايك، 1500، 2000 لايك، وما توصلوش فيديو 100k 200k، حنايا نوليو بصمه البصمه ديالنا. المهم كان معكم محمد العربي، انتظرونا كل يوم الثلاثاء والخميس والسبت مع صحابي عشان التصويره ديال عبد المجيد نطلع لنا النهار من نفس اول هذا نست امني طريق. الله يسامح. هذه اللي نعمل.